مرحبا بكم في خيامتي. شكون فينا اللي ما يحبش البيتزا كاري تقرمش وخفيفة في نفس الوقت مع واحد لاصوص طوماط اللي ما طيبش؟ تم توجد. تبعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء نبدا بلابات اللي حطيت فيها كاس من الحليب الدافي، كاس من الماء دافي، مغرفه تاع السكر، مغرفه ماشي معمره تاع خميره الخبز. نخلط المليح بالفوي ونفقص عليهم حبيبه تاع ولاد الدجاج. نخلط ونحط حوالي نص كاس تاع لاتاي من زيت الزيتون، ونبدا نطم فيها بالفارينه، ونزيد لها مغرفه صغيره من الملح. وهاوليك القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. عجينه تكون طريه وتلصق شويه في اليد، نغطيها ونخليها تخمر. نجوزو لاصوص الطوماط. عندي 4 إلى 5 حبات تاع الطوماطيش اللي نحيت لها القشرة والزريعة مع 3 فصوص من الثوم، نحيهم في أشواخ. نفرغ الخليط تاعي في ريسيبيون، زدت عليه مغرفة من الملح، شوية من الفلفل الكحل، ومغرفة من الفلفل العكري، مغرفة من الحبق اليابس، ومغرفة من الأعشاب عطرية لي زيرب دو بروفونس. عندي مغرفة صغيرة من الهريسة سي فاكولتاتيف، مغرفة من الطوماط كونسونطري، وشويه من زيت الزيتون. نخلطهم مليح ولاصوص طوماط تاعي راهي واجده. هنا بعد ما خمرت العجينه تاعي نحبط لها الخميره ونحطها فوق ان بلان دو طرافاي اللي كنت رشيته بشويه تاع الفارينه، ونحاول نحلها غير بيدي ونستفها في سنيوات تكون مدهونه، ولا حطوا البابي كويسون كيما درت انايا هكذا كيما راكم تشوفوا. نتقبها بالفرشيطه ونحط كميه من لاصوص طوماط اللي حضرناها، نوزعها على كامل لا سيرفاس. نحط حبيبات من الزيتون، واللي يحب يحط الحار يحط. ندخلها للفور اللي يكون شاعل من قبل. وهنا بعد ما طابت البيتزا تاعي نقطعها مربعات ونحط عليها لويل دوليف، يعني ان فيلي تاع لويل دوليف. وهاوليك لو طون اون كونسيرف اللي حضرته معاكم اللي دار ضجه، يعني شوفوا شحال من اللي حضرته ومازال محافظ على حاله وما فسدش، ما خرجليش الماء ما فاح ما والو. هنا نحط عليه شويه من المعدنوس على البيتزا تاعي، وهاي ليك النتيجه. البيتزا خفيفه بنينه تقرمش. في الاخير ما تنساوش تخليوين كومونتير يفرحني ويشجعني، وابونيو.